السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي كده احنا عاملين الجمبري دون بطريقة سهلة كده وبسيطة. ايه، شويينه كده على الجريل. كل اللي يشوفه يقول مسلوق، لا هو مش مسلوق، هو معمول بطريقة سهلة وبسيطة. معاكي حبيتين من الفلفل الاخضر وحبيتين بصل، ومعاك البهارات طبعا ملح فلفل كمون بابريكا، كركم. طبعا البهارات دي عادي زي تتبيلة الفراخ، مفيش اي مشكلة. وطبعا هنحط معلقتين من المستردة. التتبيلة بتاعتها زي تتبيلة الفراخ بالظبط. وفي لو حباية طماطم برضو كمان حطيها. كده حطينا معلقتين من المستردة، هنضربهم بقى في الخلاط. وضربتهم كده في الخلاط ونزلت بيهم على الجمبري بتاعي. طبعا هو ده كيلو كده من الجمبري. ايه الجمبري دون، بسم الله ما شاء الله، كان جاي كده طازة بيتلعبط كده، شايفين ما شاء الله بينط من الطبق. ايه طبعا كنت غسلاه ونقعاه وكده. ده كده منظره بقى، نقلبه كده شوية التتبيلة كده فيه لحد كل ما ايه ما التتبيلة كلها تشارب فيه كده. وبنسيبه بقى شوية، وبعد كده ايه تشويه بقى على الجريل. وده كده منظره هو بعد ما انا ايه حطيت عليه التتبيلة. شايفين ما شاء الله. ده كده منظر اهو بعد ما التتبيله كده عليه. هنعمله بقى نركنه شويه وبعد كده نرجع لكم. ودي كده طاسه سخنه، يعني مفيش فيها زيت خالص، هي مدهونه بس ماده دهنيه مش زيت. وهننزل كده بالجمبري كده عليها. طريقه الجريل دي بصراحه جميله قوي، احسن ما تسلقي الجمبري. الجمبري لما بيتسلق بتحسي الجمبري كده بيكش ومبقاش حلو، لا دول شارب التتبيله اللي انتي متبلاه بيها، والجمبريه بتفضل زي ما هي. هتشوفوا المنظر، يعني هي زي ما هي في الطاسه، هي بتاخد لون من تحت ولون طبعا من فوق. هتشوفوا منظرها بعد ما اتقلبت كده وادت اللون الذهبي. بسم الله ما شاء الله، كانت جميله قوي والتتبيله بتاعتها كانت حلوه جدا. هتعجبكم الطريقه دي كلكم. طبعا دي طريقه زي طريقه المطاعم، طريقه حلوه. وكنا عاملين جنبيها الرز اللي هو الاحمر، بخلطه كده، خلطه توابل برضو كان جميل قوي. هبقى اصور لكم الرز وانا بعمله. هو الرز الاحمر العادي الصياديه، ونزلت عليه بكيس خلطة توابل كده، كان جميل قوي الصراحة. انا عاملاه معاكم الرز الصيادية قبل كده مع سمك صيادية برضو. اللي حابب يعرف الطريقة هتلاقوها عندي في الفيديوهات بتاعتي على القناة. وده كده منظره بعد ما اتقلب على الجنب التاني. شايفين ما شاء الله اللون الذهبي بتاعه جميل ازاي. ايه، هنسيبه بقى على الجنب ده شوية لحد ما يدينا نفس اللون شايفين ما شاء الله لونه. والجمبريه زي ما هي ازاي. مقدرش بقى على ايه اقول لكم على الطعم، كانت الطعم جميل قوي بطريقه التتبيله وانا برضو على القناه عامله جمبري اللي هو المسلوق، وعامله جمبري عامله جمبري وكابوريا. وكنت عامله الجمبري اللي انا متبني، يعني متقشر مبنياه كده ومقلياه، كان برضو تحفه قوي. الجمبريه بتتضاعف لما بتبقى، يعني لما بتبنيها بتديكي حجم اكبر من كده طبعا برضو. ايه، يبقوا جربوا الطريقه دي والطريقه دي، طبعا كل ده موجود على القناه بتاعتي. كده خلصنا بقى، هنقدم لكم ونوريكم المنظر النهائي. طبعا الرز خلص اهون، غرفنا الرز. ان شاء الله ما اقدرش اقول لكم على ريحته بقى وطعمه كان عامل ازاي.
بس هنا بقى الجمبري كده بمنظر كده حلو وشيك. شايفين ما شاء الله الجمبرية الواحدة بوحدتها ازاي. ده كده منظر الجمبري اهون، واحنا بنرصه كده. ده كده الشكل اهون. نجيب بقى ليمون كده مقطعه حلقات برضو يديك المنظر الجميل ده. فين ما شاء الله. وده كده يا حبايبي منظر الجمبري بتاعنا بعد ما خلص. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش لو انتوا لسه جداد في القناة تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على فيديو تاني، فيديو جديد قريبا ان شاء الله. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك اشتراك